مجلس اتحاد الكرة المصري عمل اجتماع امبارح، اجتماع طارئ جدا جدا امبارح الخميس. ليه بقى يا سيدي؟ الاحداث اللي حصلت في مباراة البنك الاهلي والزمالك اتصعدت للنيابة العامة. تمام؟ طلعوا كده بقرار وهو ايقاف لجنة الحكام. تمام؟ مش ايقافها بس، اقالة لجنة الحكام. تمام؟ بكامل افرادها، وتعيين لجنة جديدة بقيادة ياسر عبد الرؤوف. تمام؟ في نفس الوقت هنستنى، هيعلنوا عن كل التفاصيل، بس هنستنى تفاصيل التحقيقات بتاع النيابة العامة. كل التفاصيل هيتم إعلانها، من مين قال ومين ما ردش ومين قال ده كذاب في واقعة إيه محمد عادل وغرفة الفار، ومين ليه الحق ومين عليه الحق. تمام؟ وكل المشاكل دي كلها كانت في مباراة البنك الأهلي والزمالك عشان نكون واضحين. طب بالنسبة لمباراة الأهلي، مباراة الأهلي وزد، طبعا في كلام كتير على إن في ضربة جزاء أو في ضربتين جزاء لنادي زد. طبعا كل المحللين وكل الناس خبراء التحكيم، في ناس كتير قالت لك لا يا عم دي مش ضربة جزاء اللي هي بتاعت كوكا. كوكا سابق بالكورة، لعب الكورة واللاعب هو اللي مكمل في رجل كوكا. لا، في ناس تانية بتقول لك لا دي ضربة جزاء، تدخل من كوكا. تمام؟ ففي كلام كتير عن الحكام وعن لجنة الحكام. لو افتكرنا كده شوية لورا، او لو رجعنا بالذاكرة شوية لورا، هنلاقي ان الاهلي كان بيطالب بتعيين خبير اجنبي يمسك لجنة التحكيم في مصر. ليه؟ انا عايز يا عم لما انت تجيب لي خبير، لو ليا حاجة هاخدها ولو عليا حاجة هتعمل لي بنفس المثل. تمام؟ في اندية كتيرة وافقت على الموضوع ده، في اندية كتير مش مديه رأي. فاهمني؟ مش مديه رأي في الموضوع اللي هو ان نعين خبير اجنبي ولا لا. لان في حالة تعيين خبير اجنبي الاندية هتتحمل جزء من المصاريف او من تكاليف الراتب بتاع مين؟ بتاع الخبير الاجنبي. طبعا الخبير هيبقى معاه طاقم وهيطبق عليهم لوائح وقوانين زي اوروبا، مش زي اللي عندنا هنا. زي اوروبا مش زي اللي عندنا. مش واحد يسمع ان الفار بيستدعيه، لا ما فيهاش حاجه يا عم، الفار بيستدعيه، لا ما فيهاش حاجه. هو منين؟ طب يودي على فين؟ والله دي بيلنت، رجعنا الفار، لا الفار بيقول لك ما فيهاش، ممكن يكون فيها بيلنت. فاهمني؟ لكن لما تكون في لوائح وقوانين صارمه وتنطبق على الكل، ما فيهاش مجاملات ولا فيها محسوبيه، لا. حتى لو كان ديب الحكم ده ديب، لا ارجع للنقطه دي.